اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة من وصفات الطبخ للجميع. النهاردة هنعمل وجبة غذائية كاملة خفيفة جدا ولذيذة جدا، وانا متأكد ان في ملايين بيعملوا الوصفة دي افضل مني بكتير. اكلة لذيذة وكلنا بنحبها وخصوصا في الشتاء. انا بصراحة مش مرتبطة معايا بالشتاء خالص، ممكن اكلها في الصيف، اكلها في الشتاء، في الخريف، في الربيع، في اي وقت لما بيجي لي مزاج ان انا اكلها باكلها. والطعم ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. اول حاجه بدات بيها هي سلق اللحمه، باني شوحت اللحمه مع بصلايه متقطعه في حته سمنه، وبعدين نزلت عليها بميه مغليه وسبتهم يغلوا شويه مع بعض، وبعدين هديت النار. تبلت اللحمه بملح وفلفل وحبهان وورق لوري بس لحد ما اللحمه تستوي على نار هاديه، وبعدين بدات انتشل اللحمه والورق اللوري من قلب الشوربه، وهسيب البصل زي ما هو في قلب الشوربه. بعد كده هنزل كوبايه عدس مغسوله ومتصفيه، وهنزل ببطاطسايه صغيره اقطعها مكعبات عشان ان هي تتسلق بسرعه، وبرضو هنزل بجزرايه برضو هقطعها صغير، وده يكون معايا سهل ان هي تستوي برضو بسرعه. ومعاهم كمان طماطمايه، وهنزل ببصلايه صغيره او نص بصلايه كبيره. وبعد كده هنغطي عليها لحد ما الشوربه تغلي، وبعد كده هنهدي النار عليها شويه. وعقبال ما العدس يجهز هنبدا نجهز العيش المحمص بتاعنا. هنجيب عيش باتيبان، نبدا نقصقصه حتت صغيره خالص، مكعبات كده صغيره. حجم قطع العيش ده بيرجع ليكم انتوا، لو حابين تقطعوه مدور زي ما انتوا عايزين. نخلي بس الوش بتاعه لفوق. هجيب بقى شويه روزماري فريش وزعتر، فرط الزعتر كده هو الروزماري. الزعتر والروزماري يفضل ان هم يكونوا فريش مش مجففين، لان المجفف مش بيدي نفس طعم وريحة الفريش. بعد ما فرط الزعتر والروزماري هفرمهم كويس بالسكين. بعد كده هجيب 100 جرام زبدة طريين كده، وابدا انزل عليهم بالروزماري والزعتر، شوية ملح وفلفل اسود وشوية زيت صغيرين خالص. الزبدة انا عايز اسيحها شوية كمان، هدخلها الميكرويف لمدة دقيقة بس. كده الزبدة ساحت خالص. نبدأ بقى ايه نسقسق كده الزبدة على العيش. وبس كده هندخله الفرن 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما يتحمص. بعد كده نطلعه نهويه على طول. بصوا بقى، سامعين صوت القرمشة؟ ندوق واحدة كده. الله، تحفة تحفة، جامد جدا. انا خايف اخلصه قبل ما العدس يخلص. حلوة قوي قوي قوي، لازم تجربوه لوحده خالص. ممكن تحطوا عليه اي توابل، التوابل بتاعت الجبنة اللي هي بتتباع عند العطار، الروزماري والزعتر والزبدة حاجة تانية خالص. لازم تجربوه. لازم اعمل شوية كمان، يعني الشوية اللي انا عملتهم في الاول هيخلصوا على بال ما اعمل العدس. والعدس كمان خلاص، هنجهز بقى الخلاط ونضربه. وعشان نجهز العدس انا هعمل عدس بالشعريه. هنزل بمعلقه سمنه وهنزل بكوبايه من الشعريه. هحمر الشعريه تحميره خفيفه كده لحد ما توصل للون ذهبي شويه، وهنبدا ننزل عليها بالعدس. هنبدا بقى نزود سن التوابل. هننزل بنص معلقه صغيره كمون وبابريكا وسنه بهارات. نظبط بقى الملح ونقلب. وبعد كده بقى هنزل بكريمه لباني. انا قاصد اني احط كريمه لباني على شوربه العدس الساده عشان اشوف تاثير الكريمه على الطعم لوحدها. ادي العيش، وادي شوربه العدس بالكريمه، وديت شوربه العدس بالشعريه. ناخد بقى شويه عيش محمص، وهننزل برضو مع الشعريه بشويه عيش محمص. وبس كده، يلا بينا نشوف بقى الشوربه دي بتقول ايه. نجرب كده اللي بالكريمه. بسم الله. حلوه قوي. طب ندوقها بقى مع العيش المحمص. نغرقه كده في قلب الشوربه. بص كده لتفاصيل المعلقه كده وقول لي ايه رايك. حلوه قوي قوي قوي. تعالوا نجرب بقى ديت ونشوف اللي بالشعريه اطعم ولا اللي بالكريمه اطعم. ندوق الشوربه الاول بالشعريه
على الرايق خالص. طب ندوقها برضو مع العيش المحمص. رايق رايق بصراحة، الاتنين أطعم من بعض. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات انتوا بتعملوا شوربة العدس بالطريقة دي ولا ليكوا إضافات تانية؟ أنهي شوربة عدس هتعجبكم أكتر؟ اللي بالكريمة ولا اللي بالشعرية؟ والفرق ما بينهم مش كبير، يعني ممكن يتعملوا في أكلة واحدة. أنصحكم تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم شوربة العدس الجامدة دي. أشوفكم في فيديو جديد.